السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ زي ما وعدناكم. ادي سانج يونج تورس حصري، وادي العربيه معانا اهي النهارده علشان نتكلم عليها ونتكلم على كل مواصفاتها، ونتكلم العربيه دي جت ازاي ووصلت مصر ازاي، وايه بالظبط اللي بتقدمه، سواء فئاتها الاثنين، الفئات الدفع الكلي والفئات الفول اوبشن والفئات اللي ناقصه اوبشن، وكمان بتيجي باول باكج عامله ازاي، وقصه قطع الغيار اللي شاغله الناس كلها. طب انا هجيب للعربيه دي قطع غيار منين؟ وهل الموتور ده نزل مصر قبل كده ولا ايه؟ وادي المواصفه كامله هنتكلم عليها دلوقتي. دي السانج يانج تورس. العربيه دي انا حاطط عيني عليها من زمان. دي عربيتي انا الشخصيه، انا استوردتها اهو وجبتها عن طريق الناس المحترمين، شركه القبطان. الناس دول زي ما انتم عارفين بيستوردوا العربيات الكوري، والصراحه بيجيبوا اللي انت عاوزه، يعني بيجيبوا الحصري. انا لما رحت قلت لهم يا جماعه انا بجرب عربياتهم بقالي مده، والصراحه منبهر بمستوى الاداء اللي بيقدموه ومستوى العربيات اللي بيقدروا يجيبوها. يعني انا لما رحت قلت لهم انا عايز التورس، الصراحه العربيه بالظبط خدت شهر ونص ووصلت لي يعني. تمام. العربيه دي بتنزل بموديلين وفئتين. وسانج يانج قبل ما نتكلم كده هي شركه كوريه عريقه. سانج يانج شركه قديمه جدا، كانت بتصنع عربيات الجيش الكوري في الخمسينيات، وهي اول شركه كوريه. تمام. وبعدين بعد كده دخلت مع موسو ومع دخلت قصدي مع مرسيدس وعملت الموسو، العربيه الموسو لو تفتكروها في التسعينيات. ومرسيدس كانت تمتلك 5% من اسهم سانج يانج، وكانت بتديها البلاتفورمز، الشاسيهات والمواتير. والعربيه الموسو لو تفتكروها كانت الناس بتعشقها في مصر، يعني كانت كلها من مرسيدس يعني. سانج يانج شركه قديمه قوي، وشركه لها ثقل في كوريا، والناس اللي بتسافر كوريا عارفه الكلام ده. فدي التورس النسخه العربيه بتاعتهم، العربيه اللي بتتقدم على بلاتفورم كبيره. العربيه دي ميد سايز سيدان، ليست فئه السبورتاج والتوسان عشان تبقوا عارفين. العربيه دي مش فئه السبورتاج والتوسان، العربيه دي مقربه من السنتافيه ومقربه من العربيه كمان اختها اللي هي السورنتو، الكيا سورنتو، وكمان الموتسوبيشي المونتيرو. دي فئه العربيه دي. فالعربيه دي حجمها كبير جدا زي ما انتم شايفين كده، مبنيه على بلاتفورم كبير، وعربيه واسعه قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. طب معلش هتمسك معايا تليفوني، انا مش عارف اعمل القصه دي. هتمسك معايا تليفوني وتقلب بس على الشاشه دي. تمام. فزي ما انتم شايفين كده العربيه من الحجم الكبير، يعني العربيه دي متوسطه الحجم، ميد سايز اس يو في. تمام. الجنط اللي بينزل في النسخه اللي معانا دي جنط 20، دي اعلى نسخه في التي 7. هشرح لكم دلوقتي النسخ وهشرح لكم كل حاجه. ده جنط 20. عايز اوريكم، انا بكلمك على بلاتفورم كبيره، فعايز اوريكم. بصوا انا مرجع الكرسي على الاخر، يعني انا وضعيه سواقتي هي دي عربيتي، وده وضعيه سواقتي. بصوا مساحات الارجل وانا برجع الكرسي على الاخر. العربيه كبيره جدا فوق ما تتخيل يعني. طبعا بتنزل بمستوى تاني من التجهيزات ومن الخامات، زي ما انتم شايفين كده. ستاير بلت ان جانبيه في الكراسي الخلفيه، وكمان تسخين للكراسي الخلفيه. يعني شوف بقى، يعني مستوى حلو كده من الفخامه يعني. تسخين للكراسي الخلفيه في الكرسيين، وده ما بينزلش في النسخه اللي نزلت في الخليج. يعني العربيه دي فيها شويه مواصفات حلوه كده ما بتنزلش في النسخه اللي نزلت في الخليج، زي تسخين الكراسي ده. تسخين الكراسي الخلفيه ده ما بينزلش في النسخه اللي نزلت في الخليج. وادي وصلات وشاحن ورا وفتحه تكييف خلفيه. مستوى تقفيل الفرش كمان ممتاز، والاخرام اللي في الكراسي دي عشان التسخين، حتى الكراسي الخلفيه وفي الاماميه كمان عشان التهويه، ممتازه جدا. طيب ادي كراسي كهرباء اهي، كرسيين كهرباء. هشرح لكم الفرق ما بين الفئات في الاخر خالص. والكرسي ده تسخين وتبريد على فكره. الفنتليتد ده اوبشن احنا بنطلبه دايما، افضل من التسخين. في مصر احنا مش محتاجين تسخين، لكن التبريد ومستوى تبريد الكرسي يعني حاجه جامده قوي وحواحه يعني. بتنزل بقى العربيه دي كامله بقى. كامله ازاي بقى؟ النسخه الكوري اللي معانا دي، بصوا بقى، اللين كيب اسيست اكتف. بتنزل ادابتيف كروز كنترول، وتقدر تحافظ على المسافه ما بينك وما بين العربيه اللي قدامك.
تقدر تسوق وتحافظ على المسافه اللي ما بين العربيه اللي قدامك وما بينك، والادابتيف كروز كنترول يتدخل. ايمرجنسي سيفتي بريك للاصطدام الامامي، وكمان تحذير من الاصطدام الخلفي. لو في عربيه عدت وراك فجاه وانت طالع راجع ورا بيتم تحذيرك والفرامل بتتدخل. كمان الشاشه اللي هنا هي الشاشه الكامله، تمام؟ الشاشه اللي بتنزل في السعوديه وفي دول الخليج هي الشاشه اللي فيها زراير بتبقى نص الشاشه دي، لكن الشاشه اللي هنا النسخه الكوري هي الشاشه الكامله. ففي شويه الاوبشن كده لطيفه قوي يعني. طبعا في 3 شاشات، في الشاشه اللي في النص دي، هنفتح العربيه اهو. في الشاشه اللي في النص دي زي ما انتم شايفين، لما نشغل العربيه دلوقتي دي شاشه برضه 12.1 اللي هي شاشه العدادات الديجيتال. معلش الفوكس بتاع التليفون بس يعني. ودي الشاشه اللي في النص اللي تقدر تتحكم فيها في التبريد والتسخين بتاع الكراسي، وتقدر تفتح التكييف وتغير الدرايف مودز. بصوا السبورت اهو والنورمال والوينتر، ممكن تتحكم في الدرايف مودز من هنا، وممكن تفتح الشنطه الكهرباء من هنا. دوسه طويله، والشنطه دي لسه قصه كبيره اهو اكلمكم عنها. الشنطه فتحت اهي يا جماعه ورا، ودوسه طويله تاني تقفل الشنطه تماما. ولما بتروح تقف ورا الشنطه وانت المفتاح في جيبك، الشنطه بتفتح لوحدها يعني، تمام؟ يعني الشنطه كهرباء ليها كذا، ليها يعني تعتبر ليها طريقه سمارت كده، انك انت لما بتروح تقف ورا ويبقى المفتاح في جيبك بتفتح لوحدها، بتحس انك انت موجود وتفتح لوحدها، والموضوع ده لطيف قوي. طبعا لما بتبعد عن العربيه بتقفل كلها لوحدها وتضم المرايات، ولما بتقرب منها برضه السمارت كي العربيه بتفتح لوحدها. قصه كبيره قوي ويعني لعب كتير قوي. الامبيانت لايت هنا، الامبيانت لايت شكله جميل قوي هنا، وممكن تتحكم فيه وتغيره وبرده في الباب هنا، وبيبقى برده في الجزء اللي في الانتيريور زي ما انتم شايفين هنا كده، وممكن تتحكم فيه وتغيره 64 لون. قصه كبيره قوي يعني، كل الالوان بقى يعني. هحاول اوريكم دلوقتي كده كار سيت اب. مود لايت اهو، بصوا ممكن تتحكم في الالوان زي ما انت عايز. الوان الامبيانت لايت اهي، بس هي مش باينه طبعا عشان احنا يعني رغم انه قوي قوي يعني، واضح رغم ان احنا في النهار، لكن الامبيانت لايت قوي قوي. كمان العربيه فيها حاجات غريبه ولطيفه كده، فيها انتي فوج، يعني العربيه بتطلع من هنا هواء سخن، مش تسخين زي الكراسي زي الازاز، التسخين الحراري للازاز والكلام ده، لا فيها انتي فوج امامي، بتستخدم هواء تكييف سخن احيانا بدرجه معينه، وتحس لو العربيه مشبره من قدام، مش زي الزجاج الحراري الخلفي اللي بيبقى في العربيات. فيعني العربيه فيها شويه حاجات ذكيه كده حلوه جدا جدا. هكلمكم عن البطاقه الفنيه للعربيه دي، لكن بفرجكم على شويه الحاجات اللي فيها. دي النسخه اللي فيها فتحه سقف، العربيه ما بتنزلش بانوراما، بتنزل فتحه سقف، فدي النسخه اللي فيها فتحه سقف. البلوتوث طبعا يعني كل احتياج، انا لسه ما اكتشفتش قوي يعني، العربيه لسه معايا من امبارح. كل احتياجاتك اللي ممكن تحتاجها. عدد بقى الاير باجات في العربيه دي والامان في العربيه دي مهول يعني. بصوا ستاير جانبيه، 2 اير باج قدام، ستاير جانبيه كمان عشان المنطقه دي، المنطقه اللي ما بين السواق واللي قاعد جنبه، الباسنجر سيت والكنبه الخلفيه، ستاير جانبيه كمان، ستاير للركبه يعني اير باج المفروض تحت للركبه اهو. يعني حوالي انت ما تقدرش تعد 10 اير باجز. عدد الاير باجز مهول يا جماعه في العربيه دي. غير ان سانج يانج بتتكلم عن ان العربيه دي، طبعا العربيه فيها بدل شيفتر كمان، عاملين حاجات ذكيه قوي. غير زرار الويتنج، غير زرار الويتنج اللي في النص، انت كمان كسواق عشان زرار الويتنج يبقى جنب ايدك، موجود هنا في زرار الاضاءه، تمام؟ شويه حركات ذكيه كده حلوه. طبعا زي ما قلت لكم اللين كيب اسيست، الادابتيف كروز كنترول، مثبت السرعه الذكي اللي بيظبط نفسه لوحده، الخروج من المسار، القياده الذاتيه، السيلف درايفنج ستيج 2، العربيه تقدر تسوق نفسها لوحدها في اللين وما تخرجش من اللين، بلايند سبوت في المرايات، في المرايتين، تمام؟ قصه كبيره قوي يعني. كيلس انتري طبعا، وسمارت كي زي ما قلت لكم، لما بتقرب من العربيه بتفتح لوحدها، والشنطه بتفتح لوحدها. طيب ايه بقى المميز في العربيه دي كمان كحته امان؟ حساسات طبعا اماميه وخلفيه، لكن يعيب العربيه دي ان ما فيهاش كاميرات 360 للاسف.
كاميرا خلفيه مستوى الريزوليوشن بتاعها رائع، هوريه لكم دلوقتي، لكن ما فيهاش كاميرات 360 للاسف. ليد طبعا، العربيه بتنزل فول ليد، والفوجات كمان بتبقى ليد، حساسات اماميه وخلفيه، كل حاجه انت تتخيلها. شركه بقى سانج يانج الشركه الكوريه بتقول ان العربيه دي، وبتراهن كمان العربيه فيها داش كام قدام، الكاميرا اللي قدام دي بتسجل الرحله تماما، وبيتحط لها ميموري كارد كمان، غير ان العربيه فيها رادارات علشان اماميه، علشان الادابتيف كروز كنترول، وعلشان الامرجنسي سيفتي بريك. يعني نازله بقى كامله كل حاجه بقى. ايه بقى اللي بيميز العربيه دي اللي سانج يانج، ده اللي خلاني فعلا افكر اشتري العربيه دي، ان سانج يانج بتتكلم على ان العربيه دي 78% حديد وصلب، عدا الاماكن المرنه طبعا اللي بتخلي الحادث يقدر يمتصه، جسم العربيه يمتصه، اللي هي الاماكن الاخصامات والكلام ده، لكن 78% صلب، حديد وصلب في كل اجزاء العربيه. وده موضوع يعني سانج يانج بتتحدى بيه. عايز اعرفكم ان توسان وسبورتاج والعربيات دي من 55 ل 56% حديد وصلب، يعني السيارات الكوريه والسورينتو الشقيقه ليها 61% حديد وصلب، لكن العربيه دي 78% حديد وصلب، موضوع كبير قوي يعني. هوريكم بقى الشنطه كمان دلوقتي. الشنطه دي 703 لتر بحر، يعني العربيه دي فعلا كانت عايزه 2 سيتس ورا وتبقى 7 سيتس، انا مستخسر فيها الصراحه، لكن مساحه الشنطه وحجم الشنطه جبارين. 703 لتر، يعني مش عارف اجيب لكم نهايتها الصراحه، انت مش متخيل العمق والطول والكلام ده. لما بتنيم الكرسي بتبقى 1680 لتر لما بتنيم الكراسي اللي ورا، تمام؟ لكن الشنطه لوحدها كده 703 لتر، موضوع كبير قوي قوي يعني، موضوع يعني ضخم وعظيم يعني. شكل العربيه طبعا من ورا مدي على ديفندر جدا، هم واخدين الجريل والشبكه القدامانيه وشكل الفوانيس، تحس ان في حته جيب كده لكن مع حداثه وتطور، يعني الجيب بتبقى شكلها اقصى من كده شويه، لكن شكل العربيه ناعم من، لكن الجنب ده كده هي دي ديفندر يا جماعه، بالعكس يعني فيها حته احلى شويه من الديفندر الصراحه، شكلها ديفندر يعني. تمام. العربيه دي 1600 سي سي تربو، موتور بيخرج 280 نيوتن متر عزم كويس قوي، والعزم حاضر جدا، وانا اختبرت ده يعني امبارح بشكل قوي قوي في البدايات كده الفيرست امبريشنز، وبيخرج 170 هورس باور، محطوطين على ناقل حركه من شركه ايسن اليابانيه الشهيره الاعتماديه 6 سرعات. طب هل الموتور ده نزل مصر قبل كده عشان انت ما تبقاش قلقان؟ نزل مصر، والوكيل المصري جابه في العربيه التيفولي التربو الاخت الشقيقه ليها من سنتين، وفضل يتباع والدنيا تمام، والوكيل بيصين الموتور ده والفتيس ده، ونفس نسخه الفتيس والموتور نزلوا مصر قبل كده في النسخه التيفولي التربو الشقيقه. كان نزل بشكل استثنائي كده، وكان موتور مميز وموجود في مصر وبيتصين عادي جدا، والعربيه دي بتتصين عند التوكيل عادي جدا. طيب العربيه دي مش ضمان، اجيب قطع غياري منين والدنيا منين؟ ما هو ده بقى لما محمود خيري يستورد عربيه وعن طريق ناس محترمين زي القبطان، هتبقى عارف انت تقدر تجيب قطع غيارك منين، لان محمود خيري جاب معاها كل قطع غيارها. ادي تيل الفرامل، ادي الجينون براس اهي كلها، ادي تيل الفرامل الامامي والخلفي، وجبت لك كمان جوه فيه بقى الاجزاء الثقيله المبينه، وادي الفلاتر، فلتر الزيت والبنزين والهواء والتكييف، ودي كل حاجه انت محتاجها، لان انا مش هجيب عربيه انا كمحمود خيري استورد لنفسي عربيه واقع في الفخ ده، رغم ان الموضوع سهل جدا يعني، سهل جدا جدا انك تجيب بقى اي قطعه غيار انت عايزها. قطعه الغيار وصلت مع العربيه، وفي كميات كبيره جدا وصلت مع عدد العربيات اللي موجود عند القبطان، وجابوا كل قطع الغيار الاصليه زي ما طلبنا وزي ما اتكلمنا. وهقول لكم على مفاجاه دلوقتي مع التسعير، حتى ميه المساحات وميه الرادياتير الاوريجينال بتاعت العربيه جابوها، تمام؟ الموبينه موجوده، السيون موجوده، كل الفاست موفنج اللي انت محتاجه موجود، فيعني دي مفاجاه ثانيه حلوه جدا. طيب ادي التوريس اهي وريناكم، يعني عملنا بريف سريع عليها كده، ودي انطباعات مبدئيه عنها كده وكلام عنها وعن كل ظروفها. بكام بقى العربيه دي؟ العربيه دي بتبدا هي نسختين، النسخه التي 5، النسخه التي 5 بتيجي ناقصه عن دي، الجنط بيبقى الاصغر، الجنط ال 18 ما بيبقاش فيها الفوج لايت الامامي، ما بيبقاش فيها الامبيانت لايت الداخلي، ما بيبقاش الانتيريور لونين زي ده،
بيبقى لون واحد فقط اللي هو اللون الاسود او الجراي ده، تمام؟ ده لونين. بتيجي ناقصه الشنطه الكهرباء وبتيجي ناقصه الكرسيين الكهرباء، دي بتبدا ب 1400، لكن بيكون فيها كيلس انتري والمرايات الكهرباء وجنط طبعا والفوانيس الليد، لكن بتيجي ناقصه. النسخه التي 5 بتبقى نسختين، نسخه بمليون و400 ما فيهاش فتحه سقف، ونسخه بمليون و450 فيها فتحه سقف. اللي موجود هنا النهارده كله هو التي 7 النسخه الاعلى في كوريا، والعربيه اللي معايا دي اللي انا اشتريتها النسخه الاعلى في كوريا التي 7 دي، اللي بيبقى فيها الامبيانت لايت، الفرش اللونين الداخلي، الجنط ال20، الكراسي الكهرباء والشنطه الكهرباء وفتحه السقف. هقول لكم دلوقتي الفروق ما بينهم. بتبقى العربيه دي كامله كده زي ما انا وريتها لكم بالقصه دي كلها، بتبقى بمليون 570. بينزل معاها مع كل العربيات اللي موجوده عند القبطان على الارض دلوقتي، بيسلمك معاها كل قطع غيار العربيه الفاست موفنج مجانا. بيديك فلتر هواء، فلتر زيت، فلتر بنزين، بيديك تيل فرامل امامي وتيل فرامل خلفي، وكمان بيديك عليها فيلم حمايه بضمان 10 سنين. ده سعرها مليون 570. النسخه اللي فيها فتحه السقف بيبقى سعرها مليون 620. النسخه الدفع الرباعي بيبقى سعرها مليون 670. بيديك مع العربيه كل قطع غيارها الفاست موفن، بيديك معاها فيلم حمايه بضمان 10 سنين. ويعني دي كده ايه، قعدنا خدنا ديبيت انا والناس هنا في القبطان، ناس محترمين، وقلت لهم لازم يطلعوا هدايا كويسه مع العربيات. يعني العربيه بالنسبه لي الصراحه فاليو فور ماني ممتاز. عربيه زي دي لا تقارن اساسا بالتوسان او سبورتاج، هي في حته ثانيه خالص، لكن لما تجيبها استيراد وتجيبها بمواصفه زي دي 10 اير باجز، ايمرجنسي سيفتي بريك امامي وخلفي، بلايند سبوت، لين كيب اسيست، ادابتيف كروز كنترول، كميه امان 78% حديد وصلب. النسخه ال4 في 4 نسخه ممتازه ممتازه، دفع رباعي، بتوزع القوه على العجلتين. كل ده لما تاخده ارخص من التوسان والسبورتاج، كل ده لما تاخده بسعر العربيات الصينيه النهارده في مصر، ومستورد عربيه على مزاجك. بصراحه انا بعد كده مش هجيب عربيات زيرو في الوقت الحالي من مصر، هجيب مستورد فقط زي ما انا عملت كده، ومن ناس محترمين هختار سواء القبطان او غيرهم من الناس المحترمين اللي بيقدموا العربيات الاوروبيه مثلا. لكن بصراحه عربيه تعتبر جيده جدا كمضمون وكمواصفه. وبيتهيأ لك النهارده اهي هوريك الالوان اللي موجوده. دي عربيتي خلاص انا خدتها، محدش دعوه بيها بقى. قطع الغيار اهي زي ما قلت لك، ولسه في قطع الغيار التقيله جوه الموبينه والحاجات دي. ده اللون الابيض. بتبدا العربيه من مليون و400 حتى مليون 670، وبيتقدم معاها كل قطع غيارها الفاست موفنج مجانا، وفيلم حمايه 10 سنين. هم عاملين باكج حلوه يعني. اللون ده البلاتينيوم جراي، لون حلو قوي برضو، لون موفي كده، يعني لون جراي في سيلفر في غامق سنه في حته موف، زي اللون الجراي برضو اللي معايا اللي هو الاميرالد جرين اللي معايا ده، برضو لون جديد. اللون ده برضو حلو قوي. في الوان تانية بره يا يوسف؟ طيب كحلي بره. هنا في وحش بس هفرجه لكم كمان 4 ايام. هنا في وحش، بصوا هديكم نبذه بسيطه عنه كده بس كده، حته تشويق واثاره. انا قلت كل حاجه في اللايف، هتقدروا تراجعوا اللايف يا جماعه. الموتور ده موجود هنا، تقدر تصينه عند الوكيل عادي. قطع الغيار موجوده، شرحت كل حاجه، فلو انت عندك اسئله ممكن تراجع اللايف عادي. اللون الكحلي هناك، ده اللون الكحلي اهو. دي النسخه الفور ويل درايف، النسخه الدفع الرباعي اللي قلت لكم اللي هي اعلى نسخه اللي بمليون 670. تمام، دي النسخه الدفع الرباعي.
دي شركه القبطان اهو، في التجمع. دول الشركه اللي انا استوردت منهم عشان الناس كانت بتسالني امبارح انت جبتها منين. وليهم فرع في طنطا كمان، فالعربيات متوفره في فرع القاهره وفي فرع طنطا. النهارده التوسان والسبورتاج سعرهم 1,650,000، فانا شايف ان عربيه زي دي في الفئه دي لو انت مستوردها وجايبها لنفسك بمواصفه افضل من التوسان والسبورتاج المصري طبعا 100 مليون مره واكثر امانا، يعني بالنسبه لي افضل. غالي بقى غالي غالي بقى، بس اشتري على مزاجك يعني، وتلك اراء يعني، كل واحد حر يعني، لانك انت في حته تانية خالص. انت واخد عربيه ميد سايز اس يو في، ويعني رايح في حته تانية خالص، فدي اراء يعني. تمام. الناس بقى اللي بتسال على الضمان، انت في شركات زي تريبل ايه، الشركات دي بتضمن العربيات اللي جايه من الخليج وجايه من اوروبا والكلام ده، بيدوا ضمان بالكامل، وادي قطع الغيار موجوده هنا. يعني حته الضمان دي بالنسبه لي انا كواحد استورد عربيه مهمه اكيد طبعا، لكن مهمه مع عربيات انت شاكك ان يبقى فيها عيوب صناعه، فتيس مثلا دول كراتش دراي الكلام ده. في شركات هنا زي تريبل ايه بتدي ضمان كويس جدا، بتضمن الخليجي طول عمرها، وشركات ليها اسم وشركات قديمه يعني بيتنافسوا بقى يعني كتير، شركات كتير. فانت لو قلقان ممكن تحطها في شركه ضمان يعني، لكن قطع الغيار متوفره. وزي ما قلت لك نسخه الموتور دي نزلت قبل كده عند الوكيل، وتقدر تصينها جوه الوكيل عادي جدا، نسخه مش معقده، ونسخه الفتيس يعني. تمام. شكرا، وكان معكم محمود خيري. والعربيه دي هينزل منها نسخه كهرباء. لما تنزل النسخه الكهرباء بتاعت العربيه دي انا هشتريها برضه، لان العربيه دي انا شايفها مميزه جدا وبتقدم حاجه حلوه قوي. شكرا، سلام عليكم. ودي كانت كل التفاصيل ازاي تجيب عربيه من بره مواصفه جيده في فئه مش بتاعتها، وتدخل مصر في خلال شهر ونص بسعر افضل من السيارات المصريه الفئات الاقل منها، واكثر امانا وافضل مضمونا. شكرا، سلام عليكم.